الأخ وكيل أول وزارة الداخلية، الإخوة قيادات وزارة الداخلية وشرطة محافظة مأرب، الإخوة القادة العسكريين، الحاضرون جميعا كلا باسمه وصفته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أن أدشن اليوم العام التدريبي 2026 لوحدات شرطة محافظة مأرب، وبهذه المناسبة أنقل لكم تحيات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، وتمنياته لكم بالتوفيق والنجاح. ولا يفوتني في البداية أن أترحم على أرواح الشهداء الواجب بالأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن، سائلا المولى عز وجل أن يمن بالشفاء العاجل على جرحانا الميامين، وأن يمنحكم القوة والعزيمة في أداء مهامكم الوطنية العظيمة. الحضور الأكارم، إن الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا وما تفرضه من تحديات مختلفة تتطلب من كافة مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية ووحدات الشرطة مضاعفة الجهود ورفع مستوى اليقظة والجاهزية والعمل بروح وطنية عالية، وتنفيذ المهام بكل جدية وانضباط على أكمل وجه، بما يضمن الحفاظ على السكينة العامة وحماية الوطن ومقدراته، والتصدي بحزم لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن وزعزعة الاستقرار. الحاضرون جميعا، إن تحقيق الأمن والاستقرار هو أساس التنمية والبناء. لا يمكن للوطن أن ينهض ويتجاوز المحن والتحديات إلا بوجود مؤسسات أمنية قوية وفاعلة ومتماسكة تعمل بروح الفريق الواحد، وتتحلى بالتفاني والإخلاص في أداء واجباتها العملية والميدانية. ومن هذا المنطلق فإن تعزيز الأمن والاستقرار مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تكاملا بين كافة الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية ومختلف مؤسسات الدولة، بما يسهم في مواجهة التحديات والحفاظ على المكتسبات الوطنية التي تحققت بفضل الله ثم بتضحياتكم الجسيمة أيها الأبطال البواسل. الحضور الأكارم، إننا إذ نطوي عاما حافلا بالتضحيات والإنجازات لكافة وحدات الشرطة، فإننا نعول عليكم في هذا العام الجديد لمواصلة العطاء وتعزيز الأداء المؤسسي والحرص على ترسيخ السلم الاجتماعي من خلال التعامل الحكيم والمسؤول مع المواطنين في إطار من الالتزام بالقانون واحترام حقوق الإنسان والحفاظ على هيبة الدولة في آن واحد، وتعزيز الثقة بين الأمن والمجتمع، وتقديم النموذج المشرف لرجل الأمن المنضبط الواعي بدوره الوطني والإنساني. ونحن على ثقة بقدرة الأجهزة الأمنية على الاستمرار في أداء مهامها بكل كفاءة واقتدار وتحمل المسؤولية الوطنية الملقاة على عواتقها لحماية الوطن والمواطن والحفاظ على الثوابت والمكتسبات الوطنية. ونؤكد لكم في هذا السياق دعمنا الكامل لكافة البرامج التدريبية والتأهيلية التي من شأنها الارتقاء بأداء الأجهزة الأمنية ووحدات الشرطة وتطوير مهارات منتسبيها ورفع كفاءتهم للقيام بواجباتهم الوطنية وغرس قيم الانضباط والولاء الوطني، انطلاقا من حرص القيادة السياسية في بناء مؤسسة أمنية حديثة قائمة على العمل وفق أفضل المعايير المهنية. وفي الختام أحيي كل الجهود التي بذلتها قيادة وزارة الداخلية وعلى رأسها اللواء إبراهيم حيدان وإدارة شرطة محافظة مأرب وكافة الأجهزة والوحدات الأمنية، وأثمن عاليا تضحيات رجال الأمن
الذين يؤدون واجبهم بكل إخلاص وشجاعة إلى جانب إخوانهم من أبناء القوات المسلحة والمقاومة الشعبية في مختلف ميادين الشرف والبطولة. الخلود للشهداء، الشفاء للجرحى، المجد للوطن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.